كانت أرض الجزائر آنذاك بمثابة مركز لانطلاق الفتوحات الإسلامية نحو أوروبا، وقد برز من الجزائريين قادة عظماء دخلوا التاريخ، أبرزهم طارق بن زياد فاتح الأندلس. طارق ولد سنة 50 في الجزائر. نعم. ولد طارق وهو من أصل بربري. طارق بن زياد من الجزائر. طارق بن زياد فاتح الأندلس لم يكن من أصل عربي، ولد في خنشلة في الجزائر من قبيلة نفزة الأمازيغية. وفي الفترة دي اتولد طارق بن زياد في الجزائر بمدينة خنشلة عام 50 هجريا، وينتهي عام 50 هجرية في خنشلة في الجزائر من أصل أمازيغي. أما بقى المؤرخ جهاد الترباني في كتابه العظماء 100 في الإسلام غيروا مجرى التاريخ بيقول في الصفحة رقم 79 بيقول: كم أخرجت لنا الجزائر من أبطال هذه الأمة، فأخرجت لنا العديد والعديد مثل طارق بن زياد. Es muy probable, tal como se ha señalado en muchas ocasiones, que Tariq bin Ziyad perteneciese a la tribu bereber de los Nazas, del grupo de los Aguara, asentada, creemos que originariamente en Guaditaf, en la zona de Tilizán, provincia del centro de la actual Argelia.